الشيخ الصالح العارف بالله محمد البشير بن محمد المصطفى الشمشوي التشيتي الشنقيطي رحمه الله تعالى، من أشراف حاضرة تشيت، ولد قريبا من سنة 1933 للميلاد في بلاد الشنقيط موريتانيا. تتلمذ على الشيخ المرابط الحاج الفحف المسومي الشنقيطي رحمه الله ولازمه كثيرا. هاجر قديما إلى بلاد الحرمين، وهو ممن قدس أي مر بالقدس وصلى في المسجد الأقصى المبارك، ومكث مدة من الزمن هناك. جاور بالمدينة النبوية، فمنذ سنين عديدة له برنامج يومي يصلي الفجر جماعة في الحرم النبوي، وبعد الإشراق يتوجه إلى المكان المخصص لطلاب العلم فيجلس للتعليم، فكان يدرس الفقه والأصول والمغازي، ويقوم بترغيب من يزوره لطلب العلم، ويجلس إلى قبل صلاة الظهر، ويخصص الفترة المسائية للجلوس في الحرم القديم بين العبادة وتعليم من يتردد عليه من طلاب العلم، إلى أن يصلي العشاء جماعة في الحرم، ثم يعود مرة أخرى للمكان المخصص للتعليم ليجلس فيه معلما وناصحا إلى أن ينتهي الطلاب من دروسهم. وقد بارك الله له، حيث كان يفد إليه طلاب من أنحاء العالم الإسلامي، فلا يكاد يخلو مجلس من مجالسه، خاصة في الفترة المسائية، من طلاب الجامعة الإسلامية من دول مختلفة. وقد أخبرني مجموعة من طلابه، وهم الذين أنقل عنهم هذه النبذة، أنه كان رحمه الله شديد التمسك بالسنة، لسانه رطب بذكر الله، خاصة الهيللة لا إله إلا الله. كان رحمه الله من الذين إذا رؤوا ذكر الله، ولا يمكن أن تراه إلا وهو يذكر الله، وإذا سلمت عليه رد عليك السلام بابتسامة تبعثه على الأمل، ثم يسألك ويقول لك كيف حالك مع العلم، ويقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ويكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين ليصلون على معلم الناس الخير. ورغم ضغوط الحياة وكبر السن، كان حريصا على محضرته وعلى طلابه، كان ناصحا للمؤمنين، ويوصي بتقوى الله واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومخالفة اليهود والنصارى، وكان هذا ديدنه مع من يعرفه ومن لا يعرفه. وذات مرة أهدى له أحد الإخوة مبلغا من المال، وهو لا يعرف، أي أن الشيخ لا يعرف هذا الشخص، ولكن الشخص هذا يعرف أن هذا من أهل العلم. فقال له الشيخ: لا آخذه منك حتى تعدني بأن تعفي لحيتك، فوعده بذلك. ثم رآه الشيخ بعد مدة من الزمن في الحرم، فإذا به لم يفي بوعده ولم يعفي لحيته، فأرجع له المبلغ المالي كما هو ولم يتصرف به. وكان رحمه الله تعالى يقول: عليكم بالأذكار فإنها تحفظ الإنسان في الليل والنهار. ويحكي عنه من لازمه في الحج أنه كان يختم القرآن كل 3 ليال ويوصي بذلك، وكان قواما لليل. كان يوصي كثيرا بتعلم الفقه، ويقول كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان يوصي كثيرا بأهل القرآن ويحبهم، ويوصي الناس بملازمتهم، ويذكر كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان رحمه الله عظيم الفراسة والذكاء، وكان آية في التواضع، يستسمح من الصغير قبل الكبير. يقول لمن رآه: هل تريد مني شيئا، أو هل لك علي دين؟ وذات مرة أخذ من أحد طلابه المقربين مبلغا بسيطا جدا لشراء شيء من البقالة، فالتفت إلى طلابه وقال: اشهدوا أني أخذت من فلان مبلغ 10 ريالات، فإذا توفيت فإن هذا دين له عندي. وذات مرة يقول أحد طلابه: ذات مرة جئته لكي يشرح لي بابا من الفقه، فشرح لي ثم سألني: هل فهمت؟ قلت لا. ثم شرح مرة أخرى فقال لي: هل فهمت؟ قلت لا. ثم شرح لي مرة ثالثة فقال لي: هل فهمت؟ قلت لا. فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكان يوصي بالعلم، ويقول لمن رآه: اقرأوا العلم. ويقول بالحسانية: أقرأوا العلم، احنا ماشين عنكم، أي اقرأوا العلم فإننا سنذهب عنكم. وذات مرة قرأ عليه أحد الطلاب نظما كاملا في الفقه، فعندما انتهى الطالب وأكمل نظمه، وذلك بعد أيام عديدة، سأل الشيخ الطالب: ما اسمك؟
أي أن الشيخ لم يسأل الطالب عن اسمه في أول أيام قدوم، بل تركه حتى أكمل النظم، وفي آخر أيام ذهابه سأله عن اسمه. وقد أخبرني أحد الأساتذة الكرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الشيخ محمد البشير بنفسه في أحد شوارع المدينة المنورة يفرق بين قطين من القطط، يقول لأحدهما اتركه أنت لقد ظلمته، هذا ليس حقك، ويفرق بين القطط. توفي الشيخ العلامة محمد البشير بن محمد المصطفى الشمشوي التشيتي الشنقيطي يوم الاثنين 6 من شهر شعبان عام 41 و400 وألف للهجرة، وصلي عليه بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف، ودفن في البقيع رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين. وكانت ولا زالت همة ابن الصحراء عالية كعلو السماء التي جعلها حدودا لخيمته، هكذا هم أفذاذ الشناقطة.